فتره نسمع صريخ يعني نسوان اطفال. لسواق المنشآت لا يطلع اذا انا حسان ما اطلع. السائق نام، السائق نام، قدرنا نضربها بايدينا بهذه، طقت الجامل بالاخير طلعنا. قلت له وقفت هنا بالباب قلت لها يم البنين بجاهة عيد ربك تاخذينهم سالمين وتردينهم سالمين. اكثرها هي من البصره. زوجتي والعوائل هاي اللي طلعت وياهم ظل يعطي يوزرات من اقاربه واللي يعرفه. انا المواطن ساجد احد الناجين بالحادثه. بالبدايه الحمد لله والشكر على كل حال. رجعنا الحادث اللي على طريق البطحاء، ناصريه طريق البطحاء، حادث المنشاه على طريق البطحاء. نعم كنا بالبدايه متوجهين احنا من البصره الى كربلاء، من بعده زرنا الامام الحسين عليه السلام، ومن بعده رحنا للامام علي عليه السلام، فرجعتنا من النجف كانت للبصره، من قراج النجف الى البصره، اخذنا منشاه، فاستراحينا احنا الصراحه استراحينا من مطعم الواحد سياحي، فتحركنا. السائق كان اكو عندنا شك انه هو تعبان او نعسان، حتى هو ما نزل يعني باللحظه اللي حس بها تعبان، ضل بالسياره حتى ما نزل ويانا استراحه بالمطعم، قال يلا خلينا نتوكل حتى ما يعني ما طولنا. حركت السياره، اكثرنا احنا نايمين، واني انا من ضمنهم هم يعني من ضمن اللي نايمين. فتره نسمع صريخ يعني نسوان اطفال، السائق نام، السائق نام، قاعد هو مرعوب يعني ما قدر يعني يسيطر على وضعيه السياره، فما يعني سيطر على السياره يمنى يسرى، رادي يحافظ على توازنها ما قدر، اخر شيء شفت على جهه السائق على اليسرى، فصدمت بالصبات اللي بين الرصيف، فبنفس اللحظه السياره غاز، بعد تعرفوا غاز هذا قبت السياره. احنا بينا 5 نفرات قاعدين قبل الاخير، قدرنا انه نتصرف، كسر الجامل اللي بالخلف، زوجتي وبعد عائله تقريبا 3 نفرات قبل الاخير. انت طالعين فقط انت وزوجتك؟ اي انا وزوجتي طلعنا، اللي قاعدين قبل الاخير، قدرنا نضربها بايدينا بهذه، طقت الجامل بالاخير طلعنا. بالنص اللي بالبدايه ما قدروا، بعد ظلمه صارت وخنقه غاز، احنا بالاخير اختنقنا يعني بصعوبه، تخيل احنا بالاخير بصعوبه طلعنا من قد الخنقات الغاز، طقينا الجامل الحمد لله والشكر طلعنا، والبقيه الى رحمه الله يعني ما قدروا للاسف. من بعد هي ورا تقريبا نص ساعه يلا اجى الدفاع المدني اي والاسعاف، قلت لك يعني زوجتي مدافع هيجي يعني بقوه يعني مدافع، صارت خنقه وهذا بقاز يعني ما تقدر حتى تتحرك يعني بصعوبه، دفعناه هيك دفع وطلعوا جهال 2 وهذا اللي ولد قلت لك ويابينا 5 نفرات، احنا ذبينا روحتنا من الجامع، جهال واطفال يعني راحوا ما قدروا يطلعون. من بعدها اجت الاسعاف مستشفى التركي اللي بالناصريه، اخذوا اجراءاتنا، الاصابه شنو اللي اصابتكم، كم نفر، وين منطقتكم، اخذوا الافاده وطلعنا يعني عن طريق احد المواطنين. قلت له اريد مجرد نت بالمستشفى وين؟ اي داخل المستشفى، وحتى يعني بنفس الحادث قلت له اريد انترنت حتى اتواصل وياهم، ما عندي ما حافظ الرقم لان اجهزتنا وقراضنا كلها راحت احترقت. عن طريق الانستغرام، عن طريق الحساب الانستغرام تواصلت وياهم، وصل الخبر الاهلي، دخلت على حسابي وعلى المتابعين ودخلت على الصفحه الشخصيه. والدك ذكر شخص من شمال اي هو هذا نفسه هو. شنو وضعيته يعني شلون تعرفت عليه شلون؟ اي هو هذا، توقفت السيارة من شافوا الحادث وقفوا، العالم كله وقفت، ومن ضمنهم هو هذا الشخص اللي من الشمال. اي استرخصت منه، قلت له محتاج نت، قلت له على الانستغرام اتواصل وياه، لان بعد تليفون انا جوا وارقام ما حافظها، عن طريق الانستغرام دخلت على صفحتي الشخصيه وعلى المتابعين وتواصلت وياهم. باللحظه اللي انا اتذكرها 5 بس، اللي نجوا تقريبا بينا 10 أو 9، اكثرها هي من البصره، اكثرها من البصره. تعرف نختار السياره الاكبر على مود السرعه، نقول على الامان، نتجنب السيارات الصغيره على مود الامان، ونايم ومرتاحين مطمئنين من هذه الناحيه، وياه مساعد. زين المساعد بالتنا وين كان؟ قلت لك بالاستراحه جوا، تصير باستراحه بالسياره يعني، اي نايم جوا يعني هو باثناء الرحله هو جوا اي هذا نايم، السائق الثاني نايم، وهذا الثاني هو اللي سائق اللي اخذته. اثنيناتهم نايمين؟ لا انصحه يعني اكيد يعني واحد انه لا يستعجل، يكون مرتاح، انام لي ساعه ساعتين، عندك انت ناخذ استراحه، احنا في هاي المطاعم السياحي مثل الفدك الواحد السياحي استراح بيه، شفت روحي انا تعبان انام لي ساعه، ليش اخاطر بهذه العوائل، شنو ذنبها 20 21 نفر. قلت لك يعني طمع فتره الزياره وهذه اي استغلوها مثل ما تقول عالم كره، وهذه تصير يعني طمع بها، واحد ما يفكر بهذه، يفكر يعني بشغله بس فلوس، ما يفكر بحياه المواطن. لا ترضرض يعني ما كسر اخذنا شيء. اي نعم فقط رضوضي شخوط يعني من الجام السياره. بالنسبه من قلت لك قال انتم تقدمون شكوى، قلت له يعني اقدم شكوى، اللي هو السائق نفسه يعني ما توفى، قدم شكوى على شنو. بنفس اليوم يعني طلعنا بالسبعة تقريبا، بالسبعة بالليل طلعنا اخذنا نسيبنا. هي قبل، هي امس اي نعم. بنفس اليوم قلت لك يعني ب8 بالليل رجعنا للبصره. للسواق المنشآت لا يطلع اذا انا حسان ما اطلع، ما امشي استلم الشارع، لا راح تسبب هلاك للبشر، راح تموت عوائل. هسه يتمثلك انت تقريبا بهم 21 عائله، ذولا ذولا راحوا ماتوا، 21 ماتوا، والمصاويب بهم
تقريبا 19 ما ادري قد حرق الحاله. ابني قال لزوجتي امه اللي هي امه، قال لها تمشي ناخذ وليد عنده صغيرون ناخذه وترحين ويانا تشيلينه. قالت له هو فعلا مريض هنا بالبيت، هنا من يردون يرحون. وين تشيلينه؟ وين يرحون؟ يرحون للكربلاء، النجف كربلاء للزياره، كربلاء والنجف يرحون يزورون. قالت له لهذا مريض ما اقدر انا اروح. انا هنا شويه مثل صار عندي يعني من الطريق والهذا. عندنا طريقة احنا العرب نرش ماي ورا اللي يطلع، نرش صلاحية ماي جوا رجلينا. رشوا الماي انا وراهم بعكازات، انا معوق هم دعم هم حادث. رحت وراه قلت له، وقفت هنا بالباب قلت لها يم البنين بجاهة عند ربك تاخذينهم سالمين وتردينهم سالمين. والله يا عمي رجعتهم سالمين بالبنين، رجعتهم لي واشكرها واشكر امير المؤمنين علي بن ابي طالب، اشكره اللي خلى وليدي عدل. بس كون عدل مكسر مراض كل شيء بتور، بس كون عدل واشوفه والله وبالله والحمد لله والشكر. واشكر امير المؤمنين علي بن ابي طالب اللي زاروه وطلعهم سالمين. ردة فعلنا ما مصدق، انا قلت مات لان السياره عم دخان ونيران شابه والسياره ممطوله، شلون يطلعون؟ ممطوله هيج. اتصال منا ومنا اهل زوجته بالفهود هناك بالناصريه، اهل زوجته خابر علي ابوها، خابر على اخوانه، قال لهم تروحوا لهم للمستشفى. بنتي اللي هي تصير عمامها اجوها للمستشفى مال الناصريه. بالبدايه ما مخلينهم يطبون، بعدين قال لهم حادث وكذا وهيش، واحنا هاي مطببينهم. عم والله وبالله انا اشكركم واجبكم صحيح، بس هذا تعب، كل هذا جهد عليكم، واشكركم. اشكر اذاعه المربدانه. طلعوا الكربله، كملوا زياره كربله، باتوا لهم ليله هو وزوجته، كملوا زياره من كربله وباتوا لهم ليله. راحوا بنفس اليوم اللي صار به الحادث للامام علي سلام الله عليه، زاروا الامام علي. طلعوا تقريبا بال11 او صارت يعني تقبيضه المنشاه ب 12 الظهر على الامان. انا من يطلعون منا يمه بالمنشاه، يمه لا تركب الزغار، هذا انا دوم. يعني احنا اللي جاي لها يقولون يعني امن بها كذا، يعني مو سايق بها وياه، يعني يعاونونه سكن يسمونه، يعني يعاونونه على السواقه. يعني سالت ابني قلت له يمه شلون يعني، ما يقول موجودين بس احتمال نايمين بالجنطه ما ادري وين. قلت له شلون يعني هم قاعد ينامون لو يقعدون وياه يحاكونه يسولفون وياه بالقليل، يعني يقعد واحد مو صحيح. يعني هذا اللي يخلينا نلجا للمنشاه. احنا حتى بزياراتنا الاربعينيه لابو عبد الله سلام الله احنا نلجا للمنشاه امان، نقول والله أنا لا حول ولا قوه. يعني لا تليفونات يعني محترقه تليفوناتهم هو وزوجته، تليفونات ماكو. ظل هو خطيه من نقذ زوجته والعوائل هاي اللي طلعت وياهم، ظل يعطي يوزرات من اقاربه واللي يعرفه، يقول اللي يلقى رقم يتصل عليه، يعني ياها اللي السواق هاي اللي تنزل من نشوف الحادث تنزل نعم الله عليهم يتصلون. يعني من يتصل يروح هذا ما يبغى، نظل بقلق احنا، يرد النوب يتصل من رقم ثاني، وهذا ظلينا على هالشيء. اخر شيء يعني عمام زوجته بالناصريه هم تخبروهم وانت ما تروحين، قلت لهم شلون انا ما اروح، شنو ظلت يعني شلون؟ ظل التواصل ويا عمام زوجة ساجد ماكو شيء، ساجد بسلامه وزوجته والحمد لله زينين، ما عندهم شيء يعني لا حروق لا شيء، بس زوجته كسور وهو جروح من هذه، والحمد لله هم طمنونا والحمد لله والشكر. اي والله بعد احنا قاعدين على والله ابوه قاعد بالباب، والله قاعد بالباب حاط كرسيه، قلت له طب من السموم، قال لا والله ما اقدر خليه منتظر اريده يجي واشوفه. ونعم الله عليهم هم عمامهم هناك، عمام زوجته هناك جابوا لهم سياره وجابوهم، والله نعم الله عليهم.